حبك نار للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ على مقام الكرد. وهنعزفها من الطبقة اللي غنى منها الفنان عبد الحليم حافظ الأغنية، وهي مقام كرد على درجة اللا. فيها أصوات، يعني بعض الأصوات الوتريات أو السترينجس وصوت الجيتار. وهنقول يعني الأصوات اللي فيها، كل ما نختار صوت هنقول الصوت ده إيه. وعلى إيقاع الرومبا المصري على سرعة 95. تعالوا نراجع مقام كرد اللا ونشوف هنعزف الأغنية مع بعض ونتعلمها إزاي. طبعا الأغنية فيها توزيعات كتير، طبعا يعني عشان نسهل على الدارسين احنا هنعمل اللحن الأساسي، يعني نعزف اللحن الأساسي للأغنية مع الإيقاع، ونسيب شوية موضوع التوزيعات عشان ما نصعبش الموضوع على المبتدئين من دارسين آلة الأورج. مقام كرد اللا يبدأ من لا، سي بيمول، دو، ري، مي، فا، صول، لا. وتبدأ الأغنية زي ما سمعنا كده في بداية الفيديو بالصوت الوتريات، وبيكون في البداية بدون إيقاع، يعني بيكون في زي ركوز كده، يعني كورد اللا اللي هو لا دو مي في الشمال، وهقول في اليمين البداية اللي هي بدون إيقاع اللي بتقول كده لا سي دو لا مي. لو عرفت تعمل التريل ماشي، لو ما جاش يبقى لا سي دو لا مي. بعد كده الجيتار يقول سي لا صو لا، وبعد كده يروح للسي البيكار والصول دييز، سي لا صول فا، فا سي لا لا. هقول الجمل اللي فاتت دي تاني، ركز معايا في التحويلة الأخيرة. لا سي دو لا مي، الجيتار سي لا صو لا، سي بيكار سي لا صول دييز فا، فا سي بيمول سي لا لا. هيدخل الإيقاع بعد كده ويقول كده الجيتار، وبتقول كده فا فا ري مي دو ري سي دو مي دو ري سي دو لا سي. الوتريات هتعيد نفس الكلام لكن فيها لعبة بسيطة. يعني نفس جملة الجيتار لكن مع تريل على النغمة الأولى. هيقول كده، يبدأ من الفا والصول، التريل الفا مع الصول، فا ري، وبعد كده تريل المي مع الفا، ري مي ري مع الإيقاع.
بعد كده الجملة هتقول من نفس الطبقات دي، لأن هو يعني بيعلى وينزل. وبيدخل الغناء من هنا، وأنا هقول الغناء بصوت الأكورديون، والفنان عبد الحليم حافظ هيقول كده. هنا الغناء هيقول كده. هيروح للتحويلة السي بيكار والسول دييز، سي لا لا سول سول فا سي سي لا لا. هيدخل الإيقاع من هنا ويقول نار يا حبيبي نار، وزي ما هنسمع كده. هنا الحروف بتقول فا فا مي ري دو، موسيقى دو مي سول دو مي مي ري ري دو دو سي، موسيقى لا سي دو لا. تاني فا فا مي 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 ري ري دو دو مي سول دو مي مي ري 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 دو دو لا سي دو لا. تاني بعد كده يقول سي لا ومن هنا يرجع الموسيقى اللازمة اللي كانت في البداية مع الإيقاع اللي هتقول كده. والكورال بيقول هنا دو دو سي. وانا هغير الصوت اللي انا هغني بيه هنا، اختار صوت من اصوات السينس اللي هو سولو اون ذا جو، وده في الصفحة الثالثة اخر اختيار على الشمال تحت على حسب النوع الاورج اللي معايا، ياماها 5000. يبدأ بقى الفنان عبد الحليم حافظ ويقول كده. الكورال هيقول له كده دو دو سي مي ري ري دو مي ري ري دو ري ري دو دو سي سي لا سي دو ري ري دو مي ري ري دو ري دو سي لا، موسيقى لا سي دو ري مي لا دو دو سي سي مي ري ري دو مي ري ري دو ري
الصوت بالاكورديون. دايما بقول اكتب ورايا النوتة الحرفية، اكتب ورايا جملة جملة عشان الموضوع يبقى سهل عليك. بعد كده الكورال بيقول الجزء العالي ويعمل السي بيكار هنا عشان هيدخل في مقام تاني. لا 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 سي لا صولا، وهيقول بقى الجملة العالية اللي هي بتقول كده. هنا الجملة العالية دي بتقول بيعمل الدو دييز، خلي بالك، دو دييز، سي بيكار، لا بيكار، السول دييز، والفا دييز. خلي بالك من التحويلات. لا لا دو دو سي لا سي سي لا، لا لا سول لا سول سول فا سول سول فا مي مي سول فا، لا سول 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 سي لا، لا سي لا سول لا سي دو سي لا سي لا سول سي لا سول، يعني لا سول فا مي فا مي ري مي ري دو ري دو سي ري دو سي لا، ويقفل على مقام الكورد الأساسي. ونقول تاني لا 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 سي لا سول لا مي لا لا سي، التاني لا لا دو دو سي لا سي سي لا، لا لا سول لا سول سول فا سول سول فا مي مي سول فا لا سول 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 سي لا، لا سي لا سول لا سي دو سي لا سي لا سول سي لا سول سول فا مي سول فا مي تاني لا سول فا مي فا مي ري مي ري دو ري دو سي ري دو سي. القفلة على مقام الكورد العادي، اسمعها كده مع الإيقاع، تقول كده. بعد كده بيقول سي لا لا سول لا، سي بيكار بعد كده والسول دييز، سي لا لا سول سول فا سي سي لا لا، ويرجع زي الأول. لا تنسى الاشتراك في القناة واللايك والكومنت عشان نقدر نقدم المزيد والمزيد. متابعين قناة موهوب من مدرستنا الغاليين نشكركم، وإلى فيديوهات تعليمية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.